فوزي بن خميس الذي يبلغ من العمر 45 عاما، واحد من عشرات من سائقي سيارات الأجرة في بنزرت. يعرف المدينة حيث ولد وكبر، شارعا شارعا وحيا بحي. منذ 8 أعوام تزوج من وسيلة المسرور. جاء زواجهما متوجا لقصة حب دامت بضع سنين، وقد أنجبت له ولدين. في زنقة الفاطميين التي تتفرع عن شارع الأطلس تملك وسيلة محلا للخياطة منذ سنوات، وقبل أن تتزوج فوزي الذي تعرف عليها لما أوصلها إلى محلها ذاك، ثم صارت له زبونة وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حب. كان هو من بادر إلى البوح بحبه لها. لم يكن زواجها الأول، إذ انتهى زواجها الأول بطلاق ولم تكن قد أنجبت. لا ترغب في الخوض كثيرا في تلك المرحلة من حياتها، ولم يكن فوزي يهوى النبش في ذلك الماضي الذي يخصها. بالنسبة إليه هي الآن زوجته وحبيبته وأم ولديه شفيق وسليم. يبدأ يوم فوزي بن خميس بنقل ولديه إلى المدرسة. يعود إلى البيت ليجد وسيلة في انتظاره ينقلها إلى محل الخياطة في زنقة الفاطميين حيث تمضي يومها. بعد ذلك يبدأ يوم عمله وهو ينقل الزبائن إلى اتجاهات شتى في بنزرت، يمضي من جنوبها إلى شمالها، يعبر الجسر مرات ويجوب الشوارع والأزقة. في المرآة العاكسة تتعاقب لديه وجوه وملامح لنساء ورجال من أعمار مختلفة. تكاد كل الأيام تتشابه لديه، ولكنه لن ينسى الذي حدث ذاك الأربعاء. كان عليه ككل أربعاء من كل أسبوع أن يمضي لنقل ولديه من المدرسة إلى البيت، حيث تتولى العناية بهما جدتهما والدته. بعد ذلك سيكون عليه أن يمضي إلى زنقة الفاطميين. في 6:30 تغلق وسيلة باب محل الخياطة وتنصرف بعيد انصراف 3 عاملات تساعدنها في أعمال الخياطة التي تقوم بها ضمن مناولة لحساب إحدى الشركات الكبرى. يعلم أنه سيستطيع العمل لساعتين إضافيتين قبل أن يحين الوقت الذي يخصصه لزوجته. في الحقيقة كان بعد ذلك يركن سيارته في باب منزله في آخر شارع السلام. في ذلك اليوم بعد أن أنزل ولديه في باب سكنه واطمأن إلى دخولهما، مضى يبحث عن زبون في انتظار حلول موعد خروج وسيلة. كان يسلك شارع يوغورتا. في المقعد الخلفي جلست امرأة قدر أن تكون في الأربعينات. أمران لفتا نظره إليها: أناقتها والعطر الذي ملأ أريجه مقصورة التاكسي. قبل أن يصل إلى حيث يتقاطع شارع يوغورتا مع شارع الأمير عبد القادر، رأى زوجته. كانت تقف مع امرأتين لم يسبق له أن رآهما. بدا له أن النسوة الثلاث منهمكات في حديث أخذ منهن كل الاهتمام. خفف السرعة لما صار بمحاذاتهن، ثم واصل الطريق وقد أيقن أنها وسيلة. ثم بدأت لديه التساؤلات: ما الذي تفعله وسيلة في ذلك المكان في تلك الساعة ومع تلك المرأتين؟ من تكونان؟ لم يجد من فوره جوابا لما يختلج في ذهنه. سمع المرأة التي تجلس في الكرسي الخلفي تطلب منه التوقف في وسط شارع عمر بن الخطاب. نزلت المرأة وظل أريج عطرها يملأ المقصورة. ظن فوزي أنه لم يبتعد كثيرا عن المكان الذي رأى فيه زوجته والمرأتين. لما لا يعود إلى هناك؟ فقد تكون بحاجة إلى من يوصلها إلى مكان عملها. لما عاد لم تكن هناك، ولم تكن هناك المرأتان اللتين كانت تتبادل معهما الحديث. عليه أن يتحمل إلحاح الأسئلة التي تدور بخلده. ما كان يزيد من حيرته أن وسيلة عودته أن تبلغه عن مواعيدها خارج محل الخياطة حين تكون لها مواعيد. يحاول أن يطمئن نفسه، يقول إن لقاءها مع المرأتين قد يكون موعدا طارئا. ثم ما الذي يقلقه في الأمر؟ قبل 6 مساء أركب زبونين آخرين. لما ودع الزبون الأخير في شارع المنجي سليم
كانت الساعة تشير إلى 6:15. عليه أن يبحث عن الطريق الأقرب إلى زنقة الفاطميين. كسب رهانه. في 6:30 كان يقف أمام باب محل الخياطة. ألف أن ينتظر أحيانا إلى ما بعد 6:30 ب10 دقائق إلى ربع ساعة. كذلك كان الأمر ذاك المساء. في 6:50 خرجت 2 من مساعداتها، ثم ظهرت بالباب. وهو ينتظرها كان يسائل نفسه حول ما إذا كان عليه أن يفاتحها في موضوع وجودها في شارع يوغورتا، أم يمسك وينتظر أن تتحدث هي عن الموضوع. وقد قرر الانتظار. ركبت، ألقت بجسدها على الكرسي. لقد ألف منها تلك الحركة التي تريد بها إلى إفهامه أنها أمضت يوما من العمل المضني. سألها إن كانت بخير. يعلم أن عليه أن ينتظر بضع دقائق قبل أن يأتيه الجواب. ردت أنها أمضت يوما كباقي الأيام. فهم فوزي أنها لن تتحدث عن خروجها من محل الخياطة وذهابها إلى شارع يوغورتا. عادت التساؤلات تطرح لديه. هل هي أسرار لا تريد البوح بها؟ رن في ذهنه هاتف من أعماقه يدعوه إلى التريث. أمضى الزوجان ذاك المساء ككل مساءاتهما منذ أن تزوجا قبل 8 أعوام. ولما آويا إلى فراشهما نامت، بينما ظل هو يحدق بعينين مفتوحتين في الظلام. هل هي غيرته عليها؟ هل هي الشكوك تتسلل إلى قلبه؟ يظن أنه أمضى جزءا كبيرا من الليل يفكر، لا يدري متى نام. في الصباح لما رن منبه الساعة وكان يضبطه على 6:30 أحس بتعب شديد. بعد نصف ساعة أيقظ ولديه. كانت وسيلة قد أعدت وجبة الفطور، ثم انطلقوا ليوم آخر لن يختلف عن باقي الأيام التي سبقتها. يومها وهو ينقل الزبائن إلى الوجهات المختلفة من بنزرت، ظلت تلازمه تساؤلاته عن سر اللقاء الذي تم في شارع يوغورتا بالأمس بين وسيلة وامرأتين لم يعرفهما من قبل. وقد ازدادت التساؤلات إلحاحا وحدة في أعماقه لأنها لم تحدثه عن ذاك اللقاء. يومها عبر الجسر وقد ركب معه رجلان يريدان إلى ميناء الصيد. ولما صار على رصيف طارق بن زياد رآها تركب سيارة رمادية. ظن أنها غيرت ملابسها، وكان في ذلك ما أجج شكوكه أكثر. لن يستطيع اقتفاء أثرها. مضى بزبونيه إلى ميناء الصيد. قرر أن يسائلها في المساء حين يعودا إلى البيت. لما كان ينتظرها في باب محل الخياطة كان قد بلغ درجة قصوى من الغضب لم يغضبها منذ أن تزوجا. بالنسبة إليه خروجها وقد غيرت الملابس التي ارتدتها لتذهب إلى عملها لا اسم آخر له غير الخيانة. كان يقول لنفسه إن أي أحد لن يستطيع إقناعه بخلاف ما يظنه الآن، وقد رآها مرتين خارج محل الخياطة. جاءت ترتدي الملابس التي خرجت بها من منزلها صباحا. استلقت على الكرسي وأغلقت الباب. بحركة آلية وضعت حزام السلامة. انطلق ولم ينطق كلمة واحدة. كان مقطبا جبينه وقد علت محياه صفرة. بعد المرات القليلة التي رأته على تلك الحالة صارت وسيلة تفضل الصمت. توقف بباب المنزل. نزلت وسيلة ودخلت تحمل حقيبتها اليدوية التي علقتها على كتفها الأيسر. جلس في الصالون. لم يذهب إلى غرفة ولديه شفيق وسليم. جلس في الصالون وصار يتابع شريطا وثائقيا كان يبث على إحدى الشاشات المحلية. مرت من الصالون فلاحظت أنه شارد الذهن لا يهتم بما في الشريط الوثائقي. لم يعد لديها شك أن زوجها يفكر في أمر جلل يشغل باله. عليها أن تختار اللحظة المناسبة لتسأله ولتعلم حقيقة الأمر. دخلت غرفة ولديهما وأغلقت الباب لعلها تراجع معهما واجباتهما المدرسية. في الصالون انتهى الفيلم الوثائقي ولم ينتبه فوزي إلى ذلك. ثم فتحت الباب وخرجت، حرصت على إقفالها. ثم اقتربت منه
ووضعت يدها على كتفيه. ما الذي يشغل بالك يا حبيبي؟ نظر إليها ولم يرد. لم تكن تلك عادته. الآن أيقنت أن ما يشغل باله أمر جلل. عادت تسأله: ما الذي يشغل بالك؟ عاد ينظر إليها، نظراته تخترق عينيها، تقرأ فيها غضبا نادرا ما لمسته لديه. ثم نطق أخيرا: تسألينني؟ كان الأجدر بك أن تسألي نفسك: ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ أنا لم أغادر محل الخياطة ولا زنقة الفاطميين. لو أن أحدا قال لي لما صدقته، ولكنني رأيتك بأم عيني هاتين، وأشار إلى عينيه. سكتت وقد ظن أنه باغتها، ثم جاء صوتها: قلت لك إنني لم أغادر محل الخياطة. ثم: هل صرت تراقبني؟ هل صرت تشك في؟ إذا كان الأمر كذلك فالأفضل لنا أن نفترق. قلت لك إنني رأيتك مرتين، اليوم وأنت تركبين سيارة في رصيف طارق بن زياد، ومن قبل وأنت في شارع يوغورتا تتحدثين إلى امرأتين لم يسبق لي أن رأيتهما. عادت لتؤكد له أنها لم تغادر محل الخياطة، وأنها لم تمضي إلى حيث قال إنه رآها. فضل الإمساك عن الخوض في هذا الموضوع، وقرر أن يراقبها. على مدى 3 أيام كان بعد أن يتركها في باب محل الخياطة يذهب ليركن السيارة في مكان غير بعيد، ثم يراقب باب محل الخياطة. لم يتمكن من رصدها وهي تغادر خارجه. في اليوم الرابع بينما هو في شارع هد شاكر رآها. كان راجلا، أسرع الخطى في أثرها، ثم رآها تريد الدخول إلى إحدى العمارات السكنية، وقد خشي أن يفقد أثرها. جرى، أمسك بها من ذراعها. التفتت إليه فقال: الآن لن تستطيع الإنكار. كانت المرأة تنظر إليه بدهشة. دقق النظر في وجهها. لم تكن وسيلة. المرأة التي أمامه تحمل خالا على خدها الأيمن. ثم إن نظرتها تختلف عن نظرة وسيلة. بادر إلى الاعتذار. ابتسمت في وجهه وهي تقول: لا بأس. وقد شجعته كلماتها تلك على القول إنها تشبه زوجته. فكر أن يجعلهما تلتقيان. كان الموعد يوم أحد، وكان اللقاء في مقهى وسط المدينة. اكتشفت وسيلة أن تلك التي تشبهها لم تكن سوى شقيقتها التوأم التي فقدت كل أثر لها منذ أن انتقلت إلى العيش في بنزرت لتطوي صفحة ماض في جملته زواجها السابق. أبلغتها ليلى شقيقتها أنها جاءت تبحث عنها، وأنها توجد في بنزرت منذ 10 أيام. المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك في قناة عالم الثقافة والمعرفة.